في امريكا هتاخد اجازات كتير، هتخسر فلوس كتير. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. الفترة اللي جاية هحاول اعمل فيديوهات اكتر عن اسئلة رايحة وجاية. دايما كنت احب اي حد يكتب رسالة يكتبها في كومنت او حاجة عشان كلنا نستفاد منها، بس يعني بحترم رغبة كل حد. فالرسالة هتجيلي هنتكلم فيها مع بعضينا واناقشها مع الناس، بالذات الرسائل المهمة اللي بعتبرها ان هي حاجة مش حاجة خاصة، حاجة عامة ممكن تفيد ناس كتير. النهاردة هنتكلم عن الاجازات. بما اني من مصر فهتكلم عن الاجازات في مصر. الاجازات في مصر لما بيجي فيه عطلات او فيه حاجات اللي هي بنسميها هنا عندنا الهوليديز، بتبقى عطلات رسمية، وفي جهات معينة بتضطر تاخد اجازة وتبقى اجازة مدفوعة. بيجي ناس تانيين بقى زي مثلا الصنايعية، عمال المطاعم، المستشفيات وهكذا، ما بيقدروش ياخدوا اجازة. مثلا زي الصنايعية ما يقدروش ياخدوا اجازة لانها بيبقى يوم عليهم في الشغل، يوم مكلف عليهم، فبيروح عليهم يوم شغل، فما بيقدروش ياخدوا اجازة. نفس النظام ده عندنا هنا في النظام الامريكي. طبعا خلينا متفقين مع بعض، انا شايف في ناس كتير الحمد لله بتشوفني من امريكا هيكونوا متفقين معايا، ولو عندهم رأي تاني يا ريت يكتبوه في الكومنت تحت الفيديو. آه، كلنا متفقين ان الناس الموظفة او الناس عايشة دخلها بتبقى مجدولة كده. الدخل بيجي، انت بتقبض، القبض بيتاخد منه مورجج او رنت. يعني لو انت عندك بيت بتدفع المورجج بتاعك، عندك رنت بتدفع الرنت بتاعك، الايجار، مع الاكسبنسز اللي هي فيما معناها اللي هي المصاريف. فبتقول مثلا والله انا بقبض 2000، ده مثال يعني، انا بقبض 2000، 1500 ايجار، 100 انترنت، 100 ميه، 100 كهرباء، 200 اكل. كده المرتب طار وهكذا، فبيبقوا مقسمينه. فيجي العطله الرسميه. الناس بتاخد عطله رسميه دي طبعا الناس اللي هي موظفه حكوميه او موظفه مع شركه فول تايم بيستنوا الاجازه بفارغ الصبر، لانها بتبقى اجازه مدفوعه. بيبقى عندهم 12 عطله رسميه في السنه بتبقى مدفوعه، ياخدوا اجازه يريحوا والفلوس مدفوعه ليهم، فبتبقى راحه ليهم وبينبسطوا. الناحيه التانيه بقى عندنا الناس اللي هي شغاله بعقد او شغاله بارت تايم او شغاله في الكونستراكشنز، مثلا شغاله بالبيزنس بتاعتهم، فدول ما بياخدوش اجازه. فلانهم لو خدوا اجازه بتاثر عليهم. هنقول مثلا كمثال الشهر الجاي عندنا مثلا الثانكس جيفنج بيبقى فيه 3 ايام اجازه. فانت لو شغال كونتراكت او بار تايم والايام دي كانت نفس الايام الشغل بتاعك، الناس التانية كلها اجازه، انت هتضطر تاخد اجازه، اجازه غير متبوعه. راح منك قبض، هنقول لو 100 في اليوم راح منك $300 من القبض بتاعك، هتأثر على الجدول الحياتي بتاعك في المصاريف زي ما انت مرتب امورك. فهي دي بقى المشكلة، ان على حسب نوعية الشغل. طبعا الكلام ده بينطبق على بعض الشغلانات مش كل الشغلانات. الناس اللي شغالة بار تايم بيروح عليها الثلاث ايام، اللي شغالة كونتراكت مثلا والعقد بتاعهم مش مكتوب فيه ان هو في بيد تايم اوف او بيد هوليداي، فبيضطر ياخد الايام دي اجازة غير مدفوعة، اجازة بدون مرتب، وبتأثر على موقفه في الحياة. آه، دي القصة كلها حبيت اتكلم فيها، نتناقش فيها مع بعض. الموضوع زي في كل البلاد، لو انت ما عندكش عقد ان انت الهوليداي مدفوعة او العطلات مدفوعة بتخسر فلوس وهكذا. فده نفس الكلام موجود عندنا هنا في الولايات المتحدة الامريكية. لو تابعتني اخر الفيديو شكرا ليكم. لو عندك اي استفسار او اي اسئلة اكتبوها تحت الفيديو، خلونا نتناقش اكتر، نشارك المعلومات مع بعضينا ومع كل الناس اللي بتشوفنا. شكرا ليك واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.